حرب الطرق فاجعة جديدة في سيدي بنور، هذه المرة الحاصلة ثقيلة، 7 قتلى فضلا عن 10 جرحى إصابتهم خطيرة، فيما أصيب آخرون بجروح خفيفة. هؤلاء كانوا على متن حافلة للركاب انقلبت على مستوى ولاد عمران. ربورتاج حسن الحمادي، شمس كتال. أكثر من نصف الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي لسيدي بنور، هنا يتلقون الإسعافات الضرورية، وهذا واحد من الركاب يتذكر ما حدث في هذا الصباح المشؤوم. أخويا أنا كتلور ورا الكار اللوراني عاد الموطور، ما أخويا ما عرفتش أنا داك الشيفور تقلب الكار، خرجت أنا من الموطور اللوراني كاع، وليت كامل المازوط ودم. هنا بمستودع الأموات توجد 7 من جثامين الركاب الذين قتلوا في الحادث في انتظار تسليمهم لأقاربهم. 10 ديال الحالات تم النقل ديالها الإقليم الجديدة، والحالات المتبقية اللي هي 30 حالة تم الاستقبال ديالها بالمستشفى. هكذا تبدو الحافلة التي كانت تؤمن الربط بين اليوسفية والرباط، حيث انقلبت في حدود الساعة 6:30 من هذا الصباح على الطريق الجهوي الرابطة بين اليوسفية وسيدي بنور. الانقلاب صعب من مهام رجال الوقاية المدنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. جبدنا 2 من اللور، فيها راجل باقي حي ومرأة مقطوع عليها الرجل ديالها، هذوك مشات داتهم البونبية. الشيء الاخر عاود ثاني كاع عندنا الكار، عاد جبدنا 7 ميتين من تحت الكار. عند وقوع الحادث سخرت 10 سيارات للإسعاف وسيارتين لنقل الأموات. وقع الحادث على بعد 12 كيلومتر من مدينة سيدي بنور. التحقيقات لا زالت جارية من قبل عناصر الدرك الملكي. أسباب هذه الحادثة المميتة تكمن في الإفراط في السرعة لدى منعرج خطير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى العياء الناتج عن قلة النوم لدى السائق. حصيلة هذه الحادثة تتجلى كما يلي: عدد القتلى 7، عدد المصابين بجروح بالغة 10، عدد المصابين بجروح خفيفة 21. رغم الحملات التحسيسية الميدانية ورغم الجهود التي تقوم بها الدولة، إلا أن نزيف حرب الطرق لا زال متواصلا، ولا أحد تمكن من فك لغز ما يقع بالطرقات المغربية.